شكرا امين السبتي. تحيه طيبه مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بين سبورتس. هذا هو ملعب لوران بوكو في الحضور الرسمي الثاني لاسود الاطلس في نهايات كاس افريقيا الكوت ديفوار 2023 بعد الصوره الممتازه والانطلاقه المثاليه لاسود الاطلس 3-0 امام منتخب تنزانيا. مباراه اليوم هي مباراه للتاكيد مباراه انتصار تعبد المسار نحو الدور الثمن النهائي، وبالتالي مباراة ثالثة قد تكون فرصة لبعض الأسماء الاحتياطية لتأخذ دقائق في هذه المنافسة القارية. وهذا هو الهدف الرسمي لوليد الركراكي في حسابات ال6 نقاط والصدارة هذه المجموعة، لأن الصدارة مهمة جدا للبقاء في مدينة سان بيدرو. بأي اختيارات بأي أسماء وليد الركراكي سيبدأ هذه المواجهة، نفس العناصر يثبت نفس التشكيل، الاستثناء الوحيد سفيان بوفال سيكون اليوم رسمي في الجهة والصدارة هذه المجموعة، لأن الصدارة مهمة جدا للبقاء في مدينة سان بيدرو. بأي اختيارات أي أسماء وليد الركراكي سيبدأ هذه المواجهة. تاريخ كونغو الديمقراطية الزئير سابقا يمشي إلى كرة مغربية بلمسة من زياش يمررها حكيمي يرفع في القائمة الثاني بالراس والهدف كان قريب. التصدي من امباسي يحرم السود الاطلس من هدف مبكر، بل يحرم المنتخب المغربي من اسرع هدف في الكان بالنسبه للاسود. هذه العاده الراسيه الممتازه من يوسف، عرضيه مثاليه بالمقاس. اشرف حكيريه بعد الاقصاء من كاس العالم 2022 نتذكر 1 ممكن 6 ممكن 7 ذلك وليد الركراكي بالراس، ممكن سايس بالراس، ممكن فكرت هنا الكرة ترفع والراسية تصدير جول اول مبكر. اشرف حكيمي، نعم اشرف حكيمي يفتتح باب التسجيل. هكذا البداية وهكذا الانطلاقة، واي انطلاقة مثالية يا مغرب، اي انطلاقة مثالية يا مغرب. ماروك هنا الراية المغربية خفاقة في مدرجات ملعب بوكو بفرحة وبابتهاج بأول جول لأشرف حكيمي من أول ركنية ومن ثاب أيضا الموجودة، وهذه تحسب لوليد الركراكي. نواويرو تمنح الامتياز لحكيم زي على الطرف الأيمن كاكولو. هنا التسديد حذاري ونايف فكرت بعد ذلك إلى الركنية. نعم الركنية ستكون الأولى لمنتخب الRDC. كنترول زياش يبحث عن التسديد، كانت قريبة يا زياش، أي متعة نتابع في الدقائق الثانية. رجعت مغربية فيها عرضية من حكيمي في البوفال. أيوة ده هذا أمامية متابعة بالراس، وصلت لمن عرضية يا يوسف كرة ملاح يرفع كرة سفيان والثاني ممكن، ولكن حارس المرمى امباسي أمام يوسف في كاس افريقيا بين المنتخبين كانت، ولكن العالم كله تعاطف ويأتي من زياش من بعيد، ولكن ياسين بونو كذلك في المساندة الدفاعية. الكرة عالية وحذاري من الكونتر اتاك، الهجمة المرتدة، لكن عندنا الزيادة العددية وسام وغانم سايس. برافو غانم سايس، وظروف التهيئ وظروف التدريب مع الرزانة والخبرة عندها دور كبير جدا خاصة في الدفاع. هذه كرة مرفوعة داخل منطقة الجزاء، ولكن تصل بعد ذلك إلى الركنية. نتكلم عن المنظومة الدفاعية في أي بطولة كاسفة. مرفوعة الكرة الراسية خطيرة، مرت سلامات. السلامة على كرة كانت صعبة جدا، هي الأبرز لمنتخب من داخلها وحتى من الجانبين. بنوتيلاقى يوسف الكنترول، الكنترول هنا لم يكن جيد من يوسف انصيري. هنا حاول يروض الكرة بالرجل اليسرى لكن طالت عليه الكرة. تمشي كونغولية هنا باسترجاع من زياد. علامة اللاعب أهم من كرة القدم، يعني ساعة غريب مزين وبن محمود في مساعدة والرطبة كذلك في مدينة سان بيدرو. بونو برا يا كبير يا بونو، ثقتي كبيرة فيك يا بونو. هكذا
كانت الصورة. اسمع حاضر بشخصيته، بالكاريزما نعم، وبذكريات كأس العالم. وانا قلت يا ياسين في هذه الاثناء لمنتخب دائما قراءته تكون ممتازة. ياسين برافو، ياسين برافو. كولية لا يسدد مرة عالية، جيبها يخلينا ناخذ بطاقات صفراء بين زياش. ارفع يا زياش، الثاني يا سفيان عملية تمويه من سفيان. هنا توقفات عديدة، التوقف الدقائق الأولى على الجهة اليسرى. ماسواكو ترفع الكرة، ياسين بعد ذلك ماسواكو تمشي لسيدريك. وبالنسبة لمنتخب الRDC امتحان صعب لمنتخب المغرب، امتحان صعب لمنتخب المغرب في هذه اللحظات. واويرو يطلق صافته التكتيكية للشوط المباراة الثاني امام منتخب مشاكس، امام منتخب عنيد ممكن تتسبب في اصابات. يعني ذكرت راس ترجع مغربية بلمسة ممتازة بالتدخلات، عليه ان ينتبه لانه عنده كارت اصفر. سترفع ديال الكرة خطيرة، مرة جانبية سلامات وانذار اخر يرسل منتخب الكونغو الديمقراطية. كم كانت صعبة هذه الكرة. شوف الإعادة مجددا، لم تذهب بعيدا عن مرمى ياسين. يلعب على الطرف الأيمن، زياش يدخل، زياش يمرر، فيها جول لا ناحية بعيدة تماما. هل رأيتم ماذا فعل زياش؟ طريقة دخول مميزة من خلال الأطراف، وعدنا القوة في الجهة اليمنى مع حكيمي وزياش. ينضم إليه مناحي، هنا لمسة من زياش، العرضية من حكيمي، والثانية سفيان غير معقول. سفيان بوفال كان قريب جدا من الثاني، كان ممكن يوقف الكرة سفيان، حاول يتعامل معها بشكل مباشر كما جات، سددها، حاول يغير، ممكن يقرب المغرب الانتصار. حكيم زياش وتسديد في العودة في التغطية. هنا خطأ من سفيان وصعبة فيها ركنية. برافو نايف إلى الركنية من جديد لفائدة الكونغو الديمقراطية. لعبنا بالنار في هذه الكرة يا نايف، يدخل ناحي، يلعب الوان-تو. هذه ذكرتنا بثنائية أناحي وتصفيات كأس العالم. مباراة كانت في المتناول، صعودي سايس ورغم الصعود كذلك نايف فاكرة تبشك من هذه الوضعية صعب. عندك يا سفيان، يا بوفال في على مستوى وسط الميدان، وميزة عند بلال الخنوس الشيء، وحتى المجهود لأن هذه ليلتنا حقيقة إمكانيات أن نجبر الكونغو على العودة. حكيمي مامورشا، حكيمي ولا يعيش في هذا الشوط الثاني. رجل بيمبا يراوغ، يتقدم، يتجاوز اللاعب بلال الخنوس. الكرة خطيرة، الكرة صعبة على مرمى ياسين، العرضية وهدف التعادل. كاتومبا مفومبا اللاعب البديل يستفيد من عرضية اللاعب إيريا. البدلاء من صنعوا الهدف، البدلاء من كانوا حاسمين في هذا الهدف. إيريا العرضية، وبعد ذلك كاتومبا مفومبا يضع في الشباك لتتغير النتيجة 1-1. كان متوقع بأن الأمور ستكون صعبة، وازدادت صعوبة في ظل التراجع البدني. نعم، ولا في نهاية المطاف ينقذنا من سوء تموضع في المنطقة. أنا لاعبي المنتخب الوطني متعباسي منتخب الكونغو